ليه دايمًا عندنا اعتقاد إن الكوردون بلو ما ينفعش ناكله بس غير في المطاعم، رغم إن طريقته سهلة جدًا وبيطلع نتيجته في البيت أحلى 100 مرة من اللي بنشتريه من برّه. هاعرفكم النهارده إزاي تعملوه في البيت ويطلع معاكم دايب كده وjuicy من جوه ومن برّه مقرمش. تعالوا أقول لكم عملته إزاي. أول حاجة لمّا تطلبوا الفراخ اطلبوها تقطيعة الكوردون بلو، هتيجي معاكم كده الصدر مفتوح زي ما أنتم شايفين. هتحطوا كل قطعة بين طبقتين بلاستيك وهتدقوا عليها بالمدق من الناحية الناعمة. هنفتح بس كده المسامات ونكبرها شوية بحيث إن هي تكون مفرودة أكتر نقدر إن احنا نرور لها براحتنا. عملت كل الكمية وابتديت أجهز التتبيلة. حطيت من كل التوابل اللي هقولها لكم دي معلقة كبيرة ملح وفلفل أسود وحبهان باودر، ممكن تستغنوا عن الحبهان الباودر عادي، توم باودر وبصل باودر وبابريكا مدخنة، لكن برضه ممكن تستخدموا البابريكا العادية، لكن باحب دايمًا أستخدم المدخنة بتدّي طعم أحلى وأقوى بكتير. عملت ميكس لكل التوابل دي وكانت التتبيلة بقت جاهزة، حطيتها على قطع الفراخ وابتديت إن أنا أدلّك بيها بقى كل قطع الفراخ دي بحيث إن هي كلها